ازيكم عاملين ايه؟ قررت النهارده اقدم بوزيتيف انرجي غير توجيهات 3 تعليمات. لازم تعرفي ان دورك مهم جدا في حياه كل اللي حواليكي، زي ما النونو وبيتك وجوزك ليهم حق عليكي، نفسك كمان ليها اكبر حق عليكي. انت اهم شخص في تكوين البيت والاسره. طب اعمل ده ازاي؟ الاقي حق على البيت ولا على شغل البيت ولا على زن النون ولا تعبه ولا تعبي ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ جاي اقول لك كلنا زيك، كلنا عندنا مسؤوليات، كلنا عندنا هموم وجبال فوق كتافنا، لكن ما ننساش ان دي كلها نعم ربنا. البيت والاسره نعمه والاطفال نعمه والنكد والزن بتاعهم كمان نعمه. محتاجه اشوف الجانب الحلو في حياتي. طيب اشوف الجانب الكويس بس ازاي؟ ادي وقت لنفسي دايما يوميا، نص ساعه حتى بس، وقت مثلا ما نونو في الحضانه او نايم، افتكر فيهم اللحظات الحلوه اللي مريت بيها مع نونو. اول ما عرفت ان انا حامل، اول ما عرفت النوع، وقت ما كنت بشوفه في السونار. اللحظات دي بجد بتفرق قوي. افتكر لما نزلت اجيب اللبس بتاعه والبافيتات والحاجات الحلوه دي كلها. افتكر يوم الولاده لما كنت لسه متبنجه وعايزه اشوفه بسرعه وعايزه اشيله. افتكر كل لحظه بيعيط فيها مش عايز اي حد يشيله غير ماما. على قد ما الموضوع متعب بس على قد ما بحس ان انا كل حاجه بالنسبه للطفل. طيب ايه الحلول العمليه اللي اقدر ان انا اعملها تسهل عليا الدنيا، تخليني شايفه الحياه افضل؟ اول حاجه اخرج نفسي من الدايره اللي انا حطيت نفسي فيها وبلف فيها طول اليوم. مش لازم خالص الشقه تبقى متوضبه ومترتبه وعلى سنجة 10 طول الوقت، مش شرط دوت. مش لازم خالص اطبخ 5 اصناف اكل كل يوم عشان ابقى زوجه مثاليه. مش لازم النونو يفضل لبسه نظيف 24 ساعه، ياكل ويبهدل ونغير له مفيش مشكله، ما احسش ان يعني نهايه العالم، عادي. مش لازم لما اجي مثلا انظف الشقه وامسح ازيح الانتريه وازيح النيش وازيح الحاجات دي كلها عشان امسح وانضف تحتيها. مش مستاهله كل الحاجات دي. مجرد ان انا قاعده في مكان هادي نظيف مريح، خلاص انا مش عايزه اكتر من كده. عارفه ليه ما تعمليش كده؟ انك اخدتي وقت ومجهود من حقك ومن حق النونو، كنت ممكن ترتاحي فيه، كنت ممكن تهدي اعصابك، كنت ممكن تفضي بالك من حاجات كتير شغله تفكيرك، حاجات بجد ملهاش لازمه. مفيش حد يجي كل يوم مثلا بالليل يسقف لك ويقول لك مجهود جبار ويديكي وسام وشهاده في الاخر. انت اللي هتتعبي، انت اللي هتعيني لوحدك. ريحي نفسك على قد ما تقدري، ادي وقت لنفسك ووقت للنونو. شوفي ايه الحاجات المهمه اللي اقدر اعملها والحاجات اللي مش مهمه استغنى عنها، مفيش مشكله. لان هتلاقي نفسك بعد كل التعب اللي عملتيه دوت، لو النونو وقع حاجه مثلا غصب عنه، تلاقي نفسك بتعصبي وبتنهاري وغصب عنه النونو وانت كمان غصب عنك. طب ليه نفضل في دايره انا مضغوطه، الطفل كمان بيتصرف بطبيعته؟ فبلاش نحط نفسنا في الدايره دي. انت دورك دلوقتي تاخدي بالك من نفسك ونفسيتك علشان خاطر النونو. مفيش طفل مرتاح نفسيا ولا سعيد وماما تعبانه ومضغوطه ومجهده طول الوقت. علشان تقضي مع الطفل وقت لطيف مريح، هاديه فيه، من غير زعاق، من غير عصبيه. احنا عايزين ولادنا مبسوطين وعايزينهم مرتاحين نفسيا، مش مطلوب مني غير انك تكوني مبسوطه ومرتاحه نفسيا، طبعا على قد ما بنقدر. بكلمكم بكل صدق وامانه عن تجربه شخصيه، حقيقي كل حاجه قلتها في الفيديو انا بنفذها بالحرف. طبعا مش محتاجه اقول، لو احتجتوا اي حاجه ابعتولي، لو احتجتوا اي استفسار ابعتولي في اي وقت. البوستس على الجروب وانا هقبلها ونتكلم ونتشاور مع بعض. خلونا نفضفض. استنوني في فيديوهات تانية. دمتم اشطر مامز.